البحري جهزوا شنو؟ جهزوا، اقصد ناس الاشاره جهزوا الضيافه بتاعتكم، جهزوا الضيافه بتاعتكم. هسه ده اللي سامعنا، ده كله شغل بتاع شنو؟ ده كله شغل بتاع رصد وتم التعامل معاه، يعني في اهداف ليليه بيتم التعامل معاه، ده كله تمهيدا لشنو؟ للعمل الارضي ونظافه وازاله بعض المواقع، حتى المواقع اللي اشتبه انه فيها قناص بيتم التعامل معاه اول باول، بيتم التعامل معاه اول باول. يعني ده طريق بتاع شنو؟ نظافه شارع يعني. باذن الله الليله هسه ناس العزبه وكافور الجماعه اللي شافوا شغل زي الشغل، وغير كده الجيش اتمدد الليله في بحر، اشتغل شغل تقيل جدا جدا، شغل تقيل. يعني انا احترت في ناس ما تكلموا عن الشغل التم ده، انا نزل الليله عبروا عديل يا زلمه، مشوا بعيد، تبقى القليل فقط، تبقى القليل فقط فقط ان شاء الله، ويتم الربط. وبعد ما يتم الربط تاني بعد كده هتشوف الضبط وهتشوف الانفتاح وهتشوف الشغل، وهتشوف بعد ذاك تاني الهرور الصحي صحي، وهتشوف النفط صحي صحي، وهتشوف المطاردة والمساككة، وهتشوف النظافة. عشان كده انا بنقول البوليس الشغل ده تاني بقى شغل بوليس بس، الشغل ده تاني بعد كده شغل بتاع بوليس فقط. هاي عشان كده الناس اللي هناك قاعدين لنا في المناطق اللي عامله بوليس زي المسجد، حضرت نفسك بس تركب تخش دولة كده بتاعت حرب مدن وقطع الشوارع على السريع، نفض غبار كده، تشتغل رشاقة شوية كده، تاني يجي شفت يجيبوك بحري، يجيبوك درمان، يجيبوك الحتات دي تشتغل، ده شغلك انت تاني. هاي مش دار مرتب، هاي بس ده شغلك. ما تقول ادوني الجمارك وادوني ما عارف هناي انا كنت، لا حتى لو كنت في الجمارك ده ممكن يشيلوك. هاي البوليس ثاني بعد كده يكون جاهز، هاي هو ضاربه يعني، عشان ما تجي تفهم الموضوع. الشغل ده تاني بعد كده بيحتاج شرطة فقط. الجيش يمشي قدام ينظف، انت تقعد ترتكز وتشتغل من جوا، تشتغل لنا من جوا بس. كلامنا لناس البوليس، فان شاء الله في موقع حيتم تسجيل الدخول له، وثبت كلامي ده باذن الله تعالى، باذن الله تعالى هيتم الدخول بحري ده خلاص. الليله طبعا سبحان الله انا جاي من جروب بتاع جنجة، قالوا عندهم عقيد، انا بحتار في ناس بحري، يعني انتوا عقيد كامل تابع لجنجة، عقيد كامل تابع لجنجة، ما نعرف خبر انه انتوا جازفتوا الا في الجروب بتاعه. نحن دايرين ايضاح كويس، دايرين ايضاح وين العقيد ده؟ نازل عندهم عقيد كامل بكوسه فوقه ورافعين صوره في التيك توك كويس، ورافعين صوره في التيك توك، ربنا يفك اسرك يا غالي، ربنا يفك اسرك. انت ينجح عرفتوا زود الاسر كيف؟ زود لما الجماعه هناك ذاته قالوا ما بعرفوا، ده يكون شالوا شنو يعني؟ ها؟ ده شغل بتاع مدور بيغادي هناك، جماعه بيغادي هناك جبال تواصلنا مع عدد من الجماعه بيغادي، الجماعه الخمشوا بيتر جنجا ب50 ولا 50 ومعاهم 50 نفر، وقال عنده مجموعة الخير فيها 50 وظهروا في الفيديو 4 ولا كم ما عارف معاهم بيتر ده، قالوا دايرين يعملوا عرض انه ويتا امنة وويتا ما فيها حاجة، في النهاية شك ها وقع، وقع قدام بيتر. سمعت له حاجة؟ انا ما سمعت له حاجة، كان شايفينه اتحرك. هاي دايرين يتموا بيه شغل، الجماعة ده اللي دايرين يتصوروا معاه، لكن الشغلة كانت اسرع مما يتصورهم زاد. او لايف كان فيديو كان حذفه، كان فاتحين لايف، لو فيديو كان حذفوه. طبعا الناس يعجبوك بلابسه في الكبشره، كبشره لك على السريع، ده ما شغل طازه. يجي يقول لك قال الله العظيم نحن ها، يجي يقول لك والله نحن قال مسيطرين، ما نحن وريناك، يقول لك هذا نزل معركتهم اعلام، معركتهم اعلام، عندنا فيديوهات هنا وانا قاعد في جروباتهم هسي، انزل بيناتهم بيقوا يتلاوموا، يقول لهم انتوا غير الكذب عندكم شنو؟ انتوا غير السواقه بالخلع عندكم شنو؟ انتوا غير قاعدين تضللون وتغشون عندكم شنو؟ فنازل ما ناس معركة عشان تكون عارف انت، نازل خلاص امورهم جاطت يا معلم، امورهم جاطت اقسم بالله العظيم بكل، والله في كل المحاور نازل امورهم جاطت، كعبة معاهم عديل الشغلة دي بجد، ما عارفين ذاته يلموها من وين، فقط معتمدين على الشائعات وعلى الطلس وعلى السواقة، ما عندهم حاجة. هسه العاصمة دي كلها بتتملص منهم، مش بحرف حسب، لا كل العاصمة دي، كل العاصمة دي شنو؟ حتتملص منهم بإذن الله تعالى. شغل في جنوب الخرطوم هسه ماشي كويس، عندك وسط الخرطوم برضه ماشي كويس، جنوب الخرطوم ده رغم انه
فتحوا لنا محور ثاني بجاي اتجاه جبرات، نحن منتظرين بغادم هناك الشغل الشمال دايرين انهم يمشي بغادم هناك عشان يحازوا لنا صندوق بغادم هناك ينشغلوا لنا بالمحور البجاي. ما فهمنا ذات ساعات مصدين ده يقصد شنو يعني، ولا الغرض من الكلام ده شنو. لكن برضو شغال. وكون انه جنجة يكونوا في وضعية بتاعت دفاع، ودفاع شنو؟ هم بيعرفوا الدفاع كونه يكونوا في وضعية بتاعت تراجع، وانهم دائما متلبدين وبيجوا يفتخروا انه المنطقة دي والله ما دخلها جيش وما جاء جيش وما سمعنا بجيش. ده ما الانتصار ذاته. داير شنو انت؟ طيب خلينا في بحري. بحر جبيل زعموا انهم اسقطوا ميج. طلع ربيع في تيك توك قال يا اخي والله العظيم نحن قال اسقطنا ميج. ميج شنو اللي اسقطتها؟ انا قلت لك الربيع ده بيلفح ساي، بيلفح ساكت. قال اسقطنا ميج. ميج شنو اللي اسقطته انت؟ ميج شنو؟ وطلع عليفه داير يجمل لنا الموضوع. قال لك قال هاي لكن دي مسيره شنو ما عارف يا زول. دي شاهد، دي مسيره بتاع التصوير. ما عندي على دي مسيره بتاع التصوير وتم التعامل معها، وفي حاويات ديك مليانه قاعده منا. تفرق معانا يعني انت قال ولا شنو؟ قال لك قال ميج، وده قال لك قال هناي وتم التعامل. قول يا اخي هي ذاتها مسيره ضاربه يعني. قول ضاربه شنو يعني رموها؟ قيمتها شنو هي؟ مسيره قيمتها شنو؟ بكم هي ذاتها؟ سعرها كم؟ يعني ناس يجروا يخلوا مواقع، يجروا يخلوا اسلحه، يجروا يخلوا ناسهم يأسروا منهم كميه من قياداتهم وريايرين. انت جاي تفرح لهم بانهم اسقطوا مسيره؟ يجي يقول لك قال ميج، في ميج مترين ولا في ميج متر ونص. عشان تعرف الناس يا اخوانا غير الكذب ما عندهم اي حاجه. الكلام ده قلنا لكم مرارا وتكرارا، انتوا ما اسمع ما مستوعبين. الناس دي غير الكذب ما عندهم حاجه، كلهم كذاب، ما فيهم زول صادق. وشيخهم شيخ الكذب وملك الطلسه هو محمد خليفه، بقى اخطر من الجنجه ذاته. محمد خليفه اقسم بالله بقى اخطر من الجنجه، وفعلا هو اخطر من الجنجه عليه رغم الجنجه ذاتهم ما بكذبوا، لكن ده ملك الكذب. ملك الكذب محمد عليفه، ده ملك العلف الاصلي. سقط سنار، سقط القياده العامه، سقط، عمل اشتباكات داخل الفرقه الثالثه، عمل ما عارف شنو، عمل شنو عمل شنو، وشغال خالف تذكر عشان الناس تذكره ويردموا. يعني اغلبيه التعليقات اللي في صفحته بس ردم، ما في زول متفق معاه والله الا كيزان الجنجه القحاطه الجدد، او كيزان الجنجه الجدد القحاطه سابقا هم المتفقين معاه. يجي يقول لك والله العظيم حقيقه بتاع شنو هو فطر، هو زول ما بيعرف، هو زول ساقط جغرافيا ما فاهم الحبه. زول بغالط ناس في مناطقهم، في مناطقهم ناس قاعدين في مناطقهم بغالطهم بيقول لهم لا. بيجوا بيدوا كلام مكتوب الجنجة دعاية عسكرية بيجي بيقولها. يعني زول ناطق ويجي يقول لك انت يعني كونه يجي يكتب لك اسم انه يا اخي والله العظيم الناس زي مثلا يكتب عليهم اسم ملي، ولا يقول لك انتهكوا انت قال الكلام ده يفرق معاه؟ ما يفرق معاه يا زول، ما يفرق معاهم. ده الكلام اللي هم بدوروا ذاته، هم بيغنوا بعديل، هم بيغنوا بعديل. على العموم تاني التهويل بقى ما بينفع، وحتى الناس بقت فاهمه الحاصل شنو، واغلبيه الناس اللي بيرجموا ديل الناس اللي كانوا بيقولوا عليه صادق ذاته يعني. طيب الناس الجايه طالما انتوا 1500 اي زول كويس يشير، اي زول يشير 1500 دي 1500 الشارع على السريع، 1500 دي يقول منها 100 ديل جنجة كيزان جنجة، البقية شيروا 1400 شارع على السريع. قال اذكر اسمي، نذكر اسمك طوالي، شرف لنا. وانا لاقي يا معلم وين الزول ده؟ زول قال اذكر اسمي ده ادينا له، ده شرف لنا كونه نذكر اسمك ده ذاته يا معلم. تاج الدين هيو حبابك والله، ذكرنا اسمك وفي واحد برضه واسماعيل ما قصر ذكر اسمك. تحياتنا لك. سبوحة عبد الغفار حبابك. يا عبد المصطفى قال بسألك كل مرة يقولوا طيارة، هي الطيارات اللي بيتكلموا عنها الناس دي لو فعلا اسقطوا الطيارات ده معناه السودان قدروا، ده السودان ده معناه اغنى دولة في افريقيا، ويمتلك اكبر كويس عدد من في افريقيا.
ناس جايبين لهم لقى ضبلانين كده يحتفلوا. وقال والله، وهو طبعا هلوسة بيه والشغلة بتاعت القيادة. ها هلوسة بيه الشغلة بتاعت الربط. قال والله، قال يوصلوا القيادة، والله ما يوصلوا القيادة، ما يوصلوها كيف؟ والله يوصلوا الإشارة، يوصلوا القيادة، ويوصلوا أي محل. طيب قال واحد من متابعينك عامل عملية ندعو له جدا، ندعو له طوالي، اسمه منو؟ عارف عادل، ندعو له يا أخ. طيب